السلام عليكم. اليوم معكم الملاليه كويزين. ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الطبق اللي تيجي هائل ديال المناسبات وديال الضيوف، اللي هو على شكل التالي، يعني كتف الخروف. كنحتاجو منون تحميره، سكينجبير، كركم او خرقوم، كنحتاجو ابزار، كنحتاجو ملح، زيت زيتون، كاس ماء، قزبر ومعدنوس، زعفران. اللي عنده زعفران شعره من الاحسن، انا كنستعمل زعفران داما. غادي نتوكلوا على بركه الله، نشدوا جميع التوابل، كنضيفوها اللحم، ملح، قزبر ومعدنوس، ثم نضيفوا الزعفران، عاد كنمعسوه مزيان، زيت، ونضيفوا الماء، نحركوا جميع التوابل، نعمروا بها كتف، ندخلو مزيان في الحواشي وفي يعني كتسمى الشرم بحال الشرموله. كنخليوه يرتاح، نمشيو نقضيو حاجه، يعني نخليوه يرتاح واحد ربع ساعه مثلا، باش ديك التغميره كلها تدخل ليه لاصوص، باش شرملناه باش تدخل ليه، باش يجي هائل من بعد. يلا نوري لكم من بعد فين غادي نديرو باش يطيب بسرعه. بحكم كاين اللي يبغي يديرو في الفران، الفران كياخذ بزاف ديال الوقت. انا كنشدو كنديرو في الكسكاس، يعني الفخار ديال الكسكس، ان شاء الله حتى يطيب دغيا كيطيب فيه، ومن بعد كندهنو بالزبده وغادي نخشيه في الفران يتحمر. المهم من بعد غنوري لكم الطريقه. من بعد البنات ملي خليته يرتاح واحد ربع ساعه او الوقت اللي بغيتو باش تدخل الاقامه، باش يجي يعني هائل وكيجي واحد المذاق مزيان، كنشدو كنديرو في الكسكاس ديال الكسكس اللي هو هذا، كنخشيو هنايا صافي، ونغطيو عليه ونخليوه يطيب. من بعد فاش غيطيب غنوري لكم الطريقه الثالثه ثاني عاود باش غادي نخشيه في الفرن. دابا حبيباتي غادي نمشيو نوجدوا واحد المرافق اللي كيرافق هذاك الكتف الغنم، يعني كوم سالاد، يعني الباذنجان هذا اللي كان عجبكم داك النهار في الفيسبوك ديالي، اللي عجبكم مع الفلفل، وبزاف د البنات طلبوا لي الطريقه، وانا غنوريها لكم دابا. تيجي زوين بزاف 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 والله. المهم البنات من بعد ما الطريقه كيفاش غادي نشاملو، غادي نقطعو اولا هنا كنحتاجو الثومه، وكنحتاجو قزبر ومعدنوس، وكنحتاجو. المهم البنات من بعد ما قلينا البتنجان غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نشاملو. غادي نقطعو اولا، نقطعو مزيان. هنا كنحتاجو الثومه، وكنحتاجو قزبر ومعدنوس، وكنحتاجو مطيشه محكوكه، الا كانت كبيره ديروا كبيره، كانت صغيره ديري جوجات صغار. وكنحتاجو الكمون، وكنحتاجو التحميره وشويه د الملح، زيتون. نديرو اولا الثومه بعدا،
من بعد الربيع، مطيشه تاع الربيع، من بعد الربيع نديرو شويه تحميره، شهد عاشق مثلا معلقه، شويه الكمون حتى هو عاشق هكاك معلقه، شويه الملحه، عينك ميزانك يعني ما على حسب الذوق، ما تكثروش الملحه اللي يجيكم مالح بزاف، ما كيبغيش بودنجال زعلوك ديال الفنجان الملحه صافي. وكنخلطوا العناصر والبوطه شاعله عليها. هو الدنجال كيبغي مطيشه اللي هذيك التحميره اللي تكون كثيره، مثلا جيت عاشق كبير معلقه كبيره. غادي نضيفو بودنجال على الشكل التالي. الوصفه راه علمتها ليا ماما الله يطول لها في عمرها مسكينه، هي اللي كانت علمتها ليا في الصغر وبقى عزيز عليا، كيجي زوين بزاف، كتحسي براسك كتاكلي زعلوك ني ديال بصح. شتي الدريات ها نتوما البنات، شوفوا الشكل النهائي كيعطي واحد المنظر رائع بحال ديال الريستورانتي. ها نتوما شوف تاع المطاعم. خصوصا البنات غادي نديروا واحد سلطه اخرى اللي غادي ترافق داك الطبق ديال اللحم ديالي. هذا سميتو الجرجير او الكركير، راه متوفر يمكن عندكم في كله في البلد، تيسميوه الجرجير باللغه العربيه. اللي ما متوفرش في البلد ديالو يدير الخس، كاين حتى الخس حتى هو مزيان. ناخذوا هذا نزيدوا عليها كورنيشون وطماطم مطيشه صغيره، حبات نقسموها هكذا. نحتاجو نص حبه خيار، والخيار متوفر عند الجميع. كنحتاجو موتزاريلا، ماشي بالضروري اللي ما متوفرش بلا موتزاريلا، كنحتاجو حبه موتزاريلا، الابزار، ورأس الملعقه ملح، زيت زيتون، زيت زيتون ربما جوج ملاعق كبار مثلا، مايونيز مصايباها بمايونيز، شويه الخل، شويه الربيع حبوب، قزبر ومعدنوس حبوب، شويه الملحه وقلنا الخل. ونخلطوا الكل هكذا. وهي سلطه ديالنا واجده. هي غادي نحتاجوها في الطبق ديال اللحم بالتزيين في الجوانب، خاص ضروري نسوطيوها مع شويه زيت الزيتون. قزبر ومعدنوس يابس، الا ما كانش يابس تقدروا تستعملوا الخضر العادي تقطعوه وديروه حتى هو. ملعقه صغيره من الابزار، وملعقه صغيره من الملح. نديروا الملون الاحمر تحميره حتى هي ملعقه صغيره. نحرك الكل ونصوطيو فيه اللوبيا اللي كنا سلقناها في الماء والملحه من قبل، كتجي زوينه واحد النكهه رائعه. ومن بعد فاش غادي تشحر لينا غادي نضيفوا على الحامض، وغادي نديروا نفس الطريقه حتى الجزر خيزو راه باغي كيتسلق عندي. من بعد نوريكم الطريقه ديالو. هادشي كاع تيرافق اللحم في الجوانب ديال البلا ان شاء الله. بخصوص الطبق ديال اللحم، هاد اللي غادي يدور في الجوانب ديالو كنحتاجو هاد اللي سلقناه في الماء مع شويه الملحه وشويه البزار، مكرونيس ملونه، كنعقبو نزيدو عليها طونه، كنظن كلشي متوفر عنده الطون، يعني غادي تكون غير عادي جدا. كنزيدو عليها شويه الابزار، راس الملعقه ما يكونش عامر كله، وكذلك غير قبيصه الملحه شويه حيت ديجا سلقناها بالملحه، والمايونيز
مايونيز مثلا عشق ملعقه كبيره، ونخلطوا الكل. هذا هو يعني اللي غادي ترافق اللحم في الجوانب ديال البلاط ديالي ان شاء الله. ان شاء الله غادي تشوفوا النتيجه في الاخير. كذلك هذه غنحطوها جانبا. كذلك عندي هذه متوفره هنايا في لا فرانس. يمكن لكم ديروا بطاطا طويله، داكشي اللي متوفر في الدار ماشي مشكل، ماشي اوبليجي ديروا هذه، تقدروا ديروا بطاطا. غير انا هذه كتعجبهم ودرتها. المهم غادي ديروا نفس الطريقه ديال اي بطاطا عندكم، نفس الطريقه. كنحتاجوا ربع كاس من زيت الزيتون، وكنحتاجوا تحميره، وكنحتاجوا شويه الملح، مثلا راس الملعقه الصغيره. وكنحتاجوا هنايا الزعتر وزعتره والقزبر والمعدنوس يابس. نبداو بهم هما الاولين ان شاء الله الرحمن الرحيم. تتكون بطاطا صحيه، يعني جميع بطاطا، اي بطاطا عندكم متوفره في المنزل تقوموا بنفس الطريقه. ناخذ زيت الزيتون، ناخذ ملون التحميره والملح، نخلط الكل جيدا ونخشيوه في الفرن ان شاء الله. بعد قليل سوف نوري لكم ان شاء الله النتيجه. من بعد ملي فار ليا في الخدمه ديال الكسكاس، كنعقبو نديروا ليه الزبده، ندهنوه بالزبده، يعني نحطوها غير فوقها، راه غادي تذوب من بعد في الفران ونخشيوها في الفران. من بعد غنوري لكم الشكل النهائي فاش غادي نزوقوا. ملي طاب ليا اللحم ديالي ديال الكتف، المهم دابا غادي ناخذوا، هذا هو الشكل النهائي ديال جميع الخضر. حقا نسيت ما وريت لكم البروكولي، هذا ساهل، كتسلقوه غير في الماء مع شويه د الملحه صافي. هذا ما كيتصوطا ما والو، ماشي بحال الجزر مع اللوبيا. المهم كناخذ انا البلا هكا، كله كيفاش كيفضل البلا. عندكم غير طبسيل عادي ديروا طبسيل عادي نورمال، انا كنفضل هذا تيجيني طويل هكا باش نستف جميع الخضر في جنابو. المهم بالخصوص الستاف غادي نديروا البروكولي هنايا. ثم البطاطا، يعني البطاطا على حسب الرغبه اللي عندكم. اذا كانت عندكم عاديه جدا تقدروا ديروا الطريقه اللي خشيت انا في الفران، تقدروا تخليوها تقسموها على 4 بجلودها وديروا فيها الزعتر وزعتره وزيت العود والتحميره وسميتو صافي، وتخشوها في الفرن كتجي هائله. البرقوق والمشماش كلكم كتعرفوا الطريقه. كتشدوه في الماء، وملي كيطيب كتنقصوا الماء وكتزيدوا السكر والقرفه ان شاء الله صافي، وكتعسلوه للتزيين. اللي ما بغاش يديرو ما كاينش باش يديرو، انا كنفضل نديرو في التزيين.